السلام عليكم أعزائي المشاهدين. وكيف ما جاء في العنوان متاع الفيديو باش نحكوا على بعض العروض المقدمة لبعض المواهب التونسية. قبل ما ندخل في الفيديو ما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. بدايتنا باش تكون على حنبال مجبري صاحب 20 سنة، وحسب بعض الصحف والمصادر فما عديد الفرق من ال5 بطولات الأوروبية الكبرى ترغب في انتداب اللاعب، ومن أبرزها فريق بروسيا دورتموند الألماني اللي تقدم بعرض رسمي. وفي المقابل المدرب إريك تين هاغ طلب من إدارة مانشستر يونايتد عدم التفريط في اللاعب إلى حين مشاركته في المقابلات الودية التحضيرية للموسم الجديد من أجل الحكم على إمكانية اللاعب. نجو تو اللاعب الموهوب إلياس العاشوري صاحب 24 سنة، وحسب بعض الصحف فريق كوبنهاغن وصيف بطل الدوري الدنماركي يتقدم بعرض رسمي من أجل التعاقد مع اللاعب، وفريق الحالي فايبورغ طالب بترفيع العرض إلى 6 مليون أورو، والمفاوضات مازالت متواصلة، وسنوافيكم بآخر الأخبار بخصوص اللاعب. نختم توا بلاعبنا أنيس بن سليمان صاحب 22 سنة اللي طلب الرحيل عن فريق الحالي بروندبي دنماركي قبل نهاية عقده بموسم واحد، واللاعب يحظى باهتمام كل من فريق لوريان لوهافر في فرنسا وبعض الفرق التركية، ومؤخرا دخول فريق شيفيلد يونايتد الإنجليزي على الخط والاتصال بوكيل أعماله، وحظ أوفر لجميع لاعبين. أعزائي المشاهدين، شكرا على المشاهدة، وفضلا وليس أمر الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. مع الشكر مرة أخرى.